تفتكر ليه مش كل الناس مليونيرات او عندهم 6 باكس، مع ان دي حاجة كله عايزها، وايضا كل المعلومات اللازمة عشان تعمل كده متاحة على جوجل واليوتيوب؟ لو جيت تشوف مثلا ايه كلمة السر لخسارة الوزن، هتلاقي سيستم مكون من خطوتين: كل كويس والعب رياضة. ومع ذلك ليه فوق 90% من الناس على وجه الارض مش في وزنهم المثالي، مع انهم عارفين يعملوا كده ازاي وعايزين يعملوا كده؟ السبب هو ان المعلومات لوحدها غير كافية لاحداث تغيير. ركز معايا دلوقتي، لو انت مدرب وكل اللي بتقدمه لعميلك هو معلومات فقط، فانت مفيش اي فرق ما بينك وما بين اليوتيوب، والعميل مش هيشوف قيمة اللي انت بتقدمه وبالتالي مش هيشتري. وحتى لو اشترى فمفيش حاجة تدفعه يطبق المعلومات دي، لان كده كده المعلومات كانت متاحة وما عملش بيها حاجة. عشان كده احد الحاجات اللي هتفرقك جدا عن غيرك كمدرب انك تركز على العناصر التانية اللي تخلي عميلك ياخد اكشن ويطبق المعلومات دي، سواء متابعة، جروب، بيئة محيطة، فيدباك، او حتى انك تمسك له العصاية.